عاد المدرب الفرنسي هيرفي رونار ليفتح من جديد ملف المنشفة الذي أثار جدلا واسعا خلال نهائي كأس إفريقيا 2025 بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي في واحدة من أكثر اللقطات التي قسمت آراء الجماهير والمتابعين. رونار الذي يملك تجربة طويلة في القارة الإفريقية وسبق له التتويج بالكان، أكد أن ما حدث لا يمكن اختزاله في مجرد قطعة قماش على أرضية الملعب، بل هو أمر يحمل أبعاداً نفسية وثقافية قد لا يفهمها من لم يعش أجواء الكرة الإفريقية عن قرب. وفي تصريحاته أوضح أن قصة المنشفة فيها شيء طويل يصعب شرحه، مضيفاً أن لها دلالة معينة داخل سياق التحضير للمباريات النهائية، وأشار إلى أن محاولة إزالتها إن حدثت فعلاً قد تكون وسيلة لإرباك الطرف الآخر نفسياً، خاصة في مباريات تحسم أحياناً بأدق التفاصيل. رونار شدد على نقطة مهمة، وهي أن الجماهير في أوروبا قد تنظر إلى هذه الأمور بسخرية أو استغراب، لأنها لا تدرك الخلفية الثقافية الموجودة في إفريقيا، حيث تلعب الجوانب النفسية والرمزية دوراً مهماً في استعدادات الفرق إلى جانب العمل التكتيكي والبدني. وتابع قائلاً إن البعض قد يعتبر المنشفة مباركة، لكن في النهاية هي معتقدات متجذرة في بيئة معينة، وكل منتخب أو لاعب لديه طريقته الخاصة في البحث عن الثقة والطمأنينة قبل خوض نهائي قاري. كما أشار المدرب الفرنسي إلى أنه عاش مواقف مشابهة خلال مسيرته التدريبية في القارة، مؤكدا أن مثل هذه الأجواء ليست غريبة في البطولات الإفريقية، بل تدخل أحيانا ضمن الحرب النفسية الصامتة التي تسبق صافرة البداية. وختم رونار حديثه برسالة واضحة مفادها أن من لا يعرف إفريقيا جيدا لن يستطيع فهم هذه التفاصيل الدقيقة، مضيفا أن المنتخب المغربي في مثل هذه الحالات لا يسمح لأي طرف بالتأثير عليه أو التعدي على رمزيته داخل الملعب. تصريحات رونار أعادت النقاش بقوة حول كواليس نهائي الكان، وطرحت سؤالا جديدا: هل كانت المنشفة مجرد صدفة عابرة؟ أم أنها جزء من صراع نفسي خفي بين المنتخبين قبل انطلاق المباراة؟ الأكيد أن الجدل سيستمر، خاصة بعد خروج صوت خبير مثل رونار للحديث عن الجانب غير المرئي في كرة القدم الإفريقية، حيث تختلط الرمزية بالتكتيك والإيمان بالاستراتيجية.